بشقيق صبري نخنوخ، وذكر اسم عدد من الفنانين والشخصيات العامة ان هم كانوا بيترددوا ولهم علاقة صداقة او علاقات بشقيقه صبري. من الاسماء اللي ذكرت امبارح الفنان احمد السقا وهو معانا دلوقتي. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا بحضرتك. اسمك امبارح اتذكر انك على علاقه، يعني وده مش امبارح بس، طوال الايام اللي فاتت ليك علاقه بصبري نخنوخ. اكيد عندك رد، ممكن تقول لنا شكل العلاقه دي ايه؟ انا مع يعني هل حضرتك مثلا بتستفسري عن حاجه ولا ده اتهام بيوجه ليا ولا لا مفيش اي اتهام ولا اي حاجه، انا بتهيألي ان حضرتك اكيد عندك رد لانه كلام كتير الايام اللي فاتت ويعني اكيد عندك رد، يعني هو ما زال متهم لغايه دلوقتي. انا عشان اختصر بس على حضرتك الموضوع باختصار شديد، انا الراجل ده التقيت بيه 4 مرات. ايام ما كنا بنصور ابن القنصل في اسكندريه مره كنا بنصور قدام بيته، والراجل قابلنا وكان في منتهى الاحترام وسلم علينا وسلم على الكهوف وكان من محب الفنانين والى اخره. حضرتك المرتين التانيين كانوا في مستشفى، يعني بلا ذكر اسم المستشفى، ايام والدي الله يرحمه من 2 سنين، وكان الراجل ده تقريبا بيعمل قسطره في القلب، وطبيعي ان انا معدي سلم عليا سلمت عليه، وكان معايا في منتهى الادب والاحترام الشديد فقط لا غير. والمره الرابعه اللي بقول لحضرتك عليها دي كانت ايام ابن القنصل برضه، عشان بس قلت ال4 مرات، وكان الحصان كان عنده ايه الخيل وما الخيل ويا احمد وعندي حصان وبيرقص والى اخره باختصار شديد. وفي ال4 مرات الراجل لم يتجاوز حدود الادب، فانا ما اقدرش انفي عنه تهمه وما اقدرش اؤكد عليه حاجه لان حرام، انا يعني ده كلام بين يدي القضاء وربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس عليه. انا ده موقفي باختصار شديد. تمام، وهو ما زال متهم لغايه دلوقتي يا استاذ احمد، وحتى اذا كنت قابلته في مره او مرتين او 3 دي ما هياش تهمه بالتاكيد. يعني حضرتك لو متهم وبريء ومظلوم ربنا يفك دقته. لسه بقول هو متهم فقط الان، وان كان مدان هياخد عقابه. ده ليس له ادنى علاقه بعلاقاته الانسانيه، يعني ما اكيد طبعا، يعني مش كل واحد يعني عرف حد او سلم على حد او كان في حد في موقف معاه لطيف او الى اخره حاسبه على افعاله الشخصيه. انا ما اقدرش احاسبه، انا ما اقدرش احاسبه على الموضوع ده حضرتك. اكيد يا استاذ احمد. طيب انا بشكرك جدا الفنان احمد السقا، شكرا ليك. وهو قال كلام منطقي جدا، اتعرف عليه قبله شافه، لكن ده مش معناها تهمه، لانه الايام اللي فاتت كلام كتير وكانه ده شيء مهم. يعني ايه المشكله ان حد يعرف حد والحد ده بعد كده اتوجهت له تهمه، او اتعرف على حد وبين اتوجهت له تهمه؟ اللي موجه اليه التهمه في جهات هتحقق معاه، في جهات هتقرر اذا كان مدان ام غير مدان، ده مش شغلنا، انما مش اي حد يعرفه. احنا بنعمل من الحبه قبه وبنكبر الامور. عموما شكرا للفنان احمد السقا.